والإنصات إلى انشغالات المواطنين. أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه أن يخرج من بيته ويستقل سيارته ويقف في الضوء الأحمر وينظر إلى الناس دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير. ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله والوطن والملك ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يصدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ وهنا أشدد عن ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ، فكما يطبق القانون على جميع المغاربة يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء وتمييز وبكافة مناطق المملكة. إننا في المرحلة الجديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب. شعبي العزيز، إني ألح هنا عن ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور، كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمان وأحزاب وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه. ومن جهة أخرى، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين ويحرمهم من حقوقهم المشروعة. ومما يثير الاستغراب أن من بين المسؤولين من فشل في مهمته ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق. فمثل هذه التصرفات والاختلالات هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة بأن التسابق على المناصب وبغرض الاستفادة من الريع واستغلال السلطة والنفوذ. ووجود أمثلة حية على أرض الواقع يدفع الناس مع الأسف إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة، غير أن هذا لا ينطبق ولله الحمد على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد والالتزام بخدمة الصالح العام. شعبي العزيز، لقد أبانت الحداث التي تعرفها بعض المناطق مع الأسف عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية، فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني ويسود التعاون وتضافر الجهود لحل مشاكل الساكنة، ينزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن وضاعت مصالح المواطنين. إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية أو خلال الحملات الانتخابية. أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فلا دور ولا وجود لها، وهذا شيء غير مقبول من هيئات مهمتها تمثيل وتعطيل المواطنين وخدمة مصالحهم. ولم يخطر لي على البال أن يصل الصراع الحزبي وتصفية الحسابات السياسية إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين، فتدبير الشأن العام ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية وعن الخطابات الشعبوية وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة التي تسيء للعمل السياسي. إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين لمنطق الربح والخسارة للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن وتفاقم الأوضاع. إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها عن القيام بدورها عن قصد وسبق إصرار أحيانا ويساب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية
أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع. وأمام هذا الفراغ المؤسف والخطير وجدت القوات الأممية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر وضبط للنفس والالتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى، وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمخاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن لو يراقب